أحمد سيف الذهب أيضا مع الأسف الشديد يعلم بهذه القصة. وهناك أيضا عدد من المشايخ والقضاة وضباط أمنيين أيضا مورطين بهذه القضية. السلام عليكم، حياكم الله. اليوم قضيتنا هي مع بنات الشيخ المرحوم علي محمد حزام سكران من أهالي قيفة رداع قرية بني سكران. وهؤلاء البنات معهن إرث كبير من حق أبوهن الله يرحمه، ولكن تكالبوا عليهن القاصي والداني من الأسرة ومن أولاد عمهن مع الأسف الشديد. فهؤلاء البنات الآن يعيشين في مرحلة صعبة جدا ومرحلة استثنائية. فبعد وفاة أبوهن أتوا عيال عمهن وأخذوا الجنبية حق أبوهن وأخذوا السلاح وأخذوا كل الأوراق، وأيضا باعوا على أبوهن الدكاكين. ولم يكتفوا أيضا بذلك، بل أيضا يريدوا أن يطحسوهن من كل إرثهن المملوك لهن من أباهن. فهؤلاء البنات الأيتام قد خسرين كل ما فوقهن وكل ما تحتهن، وهن سايرات جايات بشارعات يشتين يحصلين على حقهن. خذلوهن المشايخ، خذلهن القضاء، خذلهن الأمن، يعني كل شيء مقفل أمامهن تماما. حتى أيضا أنه قبل فترة دخل الشيخ أحمد حزام الذهب واستدعى هؤلاء البنات على أساس يأتين لكي يحلوا هذه القضية قبل فترة بسيطة. وعندما أتين إلى رداع استلقفوهن الغرماء وقاموا بالاعتداء عليهن بالضرب، بما أيضا يؤكد أن الشيخ أحمد حزام الذهب هو أيضا واقف إلى صف هؤلاء الغرماء وإلى صف الباطل. فأقسم بالله أنه شيء يدمي القلوب. فأولاد عمهن يعشوا ويرشوا من أرضهن، بيبيعوا من أرضهن وبيعشوا وبيرشوا القضاة والمشايخ حتى يحتالوا على هؤلاء النساء الأيتام أرضهن. وتخيلوا أن هؤلاء البنات واحدة ساكنة في بيت إيجار، واحدة قد زوجها متوفي، واحدة أرملة على أولادها، يعني حالتهن حالة. وأيضا واحدة منهن بين الحياة والموت وتحتاج إلى سفر إلى خارج البلاد، وأرض أبوها أمامها بالمليارات، ولكن منعوهن من التصرف بحق أبيهن. يشتوا يحتالوا عليهن بكل ما لهن من إرث. وأيضا باعوا عيال عمهن أرضية عليهن في منطقة نوفان تقدر ب300 لبنة، باعوها بمبلغ وقدره 30 مليون ريال، ولا أعطوهن ريال واحد. والشيخ أحمد سيف الذهب أيضا مع الأسف الشديد يعلم بهذه القصة. وهناك أيضا عدد من المشايخ والقضاة وضباط أمنيين أيضا مورطين بهذه القضية. فانتظروني في الساعات القادمة، سوف أكشف لكم كل من تورط في قضية بنات المرحوم علي محمد حزام سكران، وسوف أكشف أيضا أسماء المعتدين عليهم بالضرب والتهديد في الساعات القادمة على قناتي ترند يمني. انتظروني في فيديو مطول، ولن نسكت عن ظلم هؤلاء البنات الأيتام مهما كان الثمن. لا بد أن نناصر ولا بد أن نقول كلمة الحق لأجل هؤلاء البنات السبع الأيتام. ونرجو الاهتمام بهذه القضية خاصة من الشيخ أحمد سيف الذهب، والذي يعتبر هو من كبار مشايخ محافظة البيضاء، وهو الشيخ البارز في مدينة رداع، والذي دائما ما شهدناه بالمواقف المشرفة. أيضا نرجو الاهتمام بهذه القضية من قبل السلطات الأمنية والسلطات القضائية حتى يتم إنصاف هؤلاء البنات الأيتام. وفي الساعات القادمة سوف أكشف لكم شخصيات كبيرة جدا متورطة في هذه القضية من قيادات ومشايخ وقضاة. وتحياتي لكم، وفي أمان الله.